السلام عليكم يا شباب. النهارده معانا فرخه بلدي جميله، غسلينها كويس جدا ونقعناها في خل وجبناها. دلوقتي معايا هنا بهاراتي، اكل صحي يا بنات للي عايزين يعملوا رجيم يعني. ده مستكه اللي انا بحطها في الميه، حله ميه بغليها، حطيت فيها مستكه وحطيت فيها حبهان. وجيت هنا عندي هنا بهارات دواجن، شايفينه مستكه كمان في البصله وفلفل اسود وملح وكمون وبهارات دواجن. هدعكها كويس في البصله واحشي بيها الفرخه بتاعتي واكتفها واسقطها في الميه. اكل صحي 100%، اكل زمان اللي كانوا بيعيشوا العمر الطويل يا جماعه. عايزين نبطل الاكل اللي فيه الدهون. شوفوا دي مش هحط فيها اي حاجه، ولا زيت ولا سمنه ولا زبده ولا اي حاجه خالص. هنسلقها وهنحمرها وتشوفوها حاجه جميله من الاخر يعني. دلوقتي بحشي الفرخه بتاعتي. طبعا البرد وولادنا عايزين طبعا، اللهم صل على النبي، ولادنا عايزين اكل صحي. انا حاطه فيها توم كمان، توم وبصل، علاج للبرد يا جماعه. وبسم الله ما شاء الله يعني. طبعا البصل والثوم يا جماعه حلو في البرد، يعني لازم نعمل اكلنا كله ببصل وثوم يا جماعه. ونسلق الاكل المسلوق صحي، بلاش اكل الشارع، الاكل المتحمر بلاش. اللي عايز يعمل رجيم قاسي بقى يشيل الجلد بتاع الفراخ ويطبخه من غير جلد ومن غير ملح. بس احنا هنا يعني ايه، احنا اكل صحي وخلاص. هغطي عليها واسيبها لما تستوي، وفي الاخر هنشوفها لما تطلع من نحمرها ونوريها لكم. بعد ما طلعت من الفرن يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، شايفين؟ هعصر عليها البرتقال وانا باكل، هعصر عليها برتقال وليمون بيبقى جميل جدا. والبصل اللي جواها بتبقى تحفه 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 على الرز او على عيش زي ما انتوا عايزين يعني. هنقول ايه؟ هنقول اكل صحي بتاع زمان والناس الطيبين يا جماعه. خير زمان اهو والله يا جماعه. بلاش التحمير وبلاش القليه في الزبده والسمنه والزيت. البصله بوريها لكم جميله، ممكن اللي عنده زبيب يحط فيها زبيب، بتبقى جميله جدا بالزبيب. يا جماعة اعملوا لايك واشتراك وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل حاجة جديدة احنا هنعملها. وده ادم الشربيني بيوثقوا عليا يا جماعه. اللهم صل على النبي. الف هنا وشفا علينا هنا والف هنا.